عاد فريق النادي الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز مساء اليوم أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة والوصول للنقطة ال27. واستطاع الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات قيادة الأهلي للفوز على حساب بيراميدز واستغلال هزيمة الزمالك أمام أسوان ليتربع المارد الأحمر من جديد على صدارة المسابقة. وتلقى نادي الزمالك الهزيمة الأولى في بطولة الدوري المصري أمام أسوان بنتيجة هدفين لهدف، ليصبح النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 27 نقطة، ونادي الزمالك يحل في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والمركز الثالث من نصيب فيوتشر برصيد 22 نقطة. أما المركز الرابع لفريق بيراميدز برصيد 20 نقطة، لتستمر المنافسة على أشدها في الدوري المصري الممتاز.